الصلاة لا تصح إلا عندما تضع رأسك على حجر أو تراب من كربلاء؟ جيد. بالنسبة للصلاة في الفقه الشيعي لها مجموعة من الشروط لتكون الصلاة صحيحة، منها أن توضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. نحن عندنا لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس، لقول النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففي الفقه الشيعي إما يكون السجود على الأرض مباشرة مثل على التراب، أو على ما أخرجت الأرض من غير الأشياء التي تؤكل كالنباتات أو الأشياء التي تلبس كالأقمشة وغيرها. فشرط في الصلاة هذا الأمر. ملاحظة، هذا الشرط حتى المالكية موجود عندهم. مالك مثلا يكره السجود على السجاد أو على الطنافس، يعني الزرابي، ولذلك المساجد المالكية في تونس كانت كلها من السعف، حصيرة سعف كانت تتذكر إلى التسعينات. وهذا علاش الجبهات تولي زرقاء فيسع؟ لا، هذه ممكن لسلوكيات المصلي وليس للجبهة. الفقه المالكي هنا يتفق مع الفقه الشيعي، وإن كان الآن لا يوجد التزام حقيقي بهذه القضية. يبقى لماذا خصوص تربة كربلاء؟ هذه التربة لها قداسة خاصة عند الشيعة، من جهة أنها التربة الوحيدة التي أمسكها رسول الله صلى الله عليه وآله وشمها وقبلها عندما ذكر ولده الحسين عليه السلام. هذه رواية شيعية ولا شيعية وسنية؟ رواية شيعية سنية، بل أعطاها لزوجته رضوان الله عليها، بل سلام الله عليها، أم سلمة، واحتفظت بها إلى حين مقتل الحسين عليه السلام. معناها تحب تقول لي أن الرسول لم يقبل تربة مكة المكرمة، لم يقبل تربة المدينة المنورة، وفعل ذلك في تربة كربلاء؟ لم يثبت أنه قبل تربة مكة ولا المدينة، مع قداسة هذه التربة وقداسة هذه البلاد، ولا نختلف في هذا الأمر. التربة التي ثبت أنه أخذ منها واحتفظ بها في بيته هي تربة الحسين عليه السلام، لأن المنطق يقول أن مكة الأقرب. نعم، نحن لا بيت الله الحرام، نحن لا ننفي هذا الشيء، نتحدث عن خصوصية للتربة. لا شك أن بيت الله الحرام حرم الله وأعظم بقاع الأرض، لا نشك في هذا. نتكلم في خصوصية للتربة. هل ثبت أن النبي أخذ تربة، قبلها، احتفظ بها، جعلها أمانة عند أهل بيته؟ لا، فقط هذه خصوصية لتربة كربلاء.